تعالوا نشوف ازاي الكائنات الحيه ابتدت تطور الصدف وتبطل رهرتها. تعالوا نشوف سوا اول الجنود في معركه البقاء. واحنا بنتكلم عن الفتره الكامبريه كان لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا. الكائنات اللي كانت موجوده في الوقت ده بدات تتحول من كائنات طريه وناعمه لكائنات عندها دروع واغلفه خارجيه صلبه. ايوه، ده كان وقتها اختراع ثوري، والاختراع ده حصل من حوالي 530 ل 520 مليون سنه فاتت. الفكره هنا انه مع ظهور المفترسين الكائنات البسيطه اللي كانت موجوده لقيت نفسها محتاجه وسيله تحمي بيها نفسها، وبكده الكائنات الطريه بدات تتطور وتظهر ليها اصداف وهياكل خارجيه صلبه واللي بنسميها الاكسوسكيلتونز. وده بقى مش بس كان بيحميهم من المفترسين، لكن كمان بيساعدهم على التحرك في البيئه الصعبه اللي كانوا عايشين فيها. يعني ممكن نقول انه حصل تحديث لنسخه الحياه دي علشان تقدر تتعامل مع التهديدات الجديده اللي ظهرت. لكن في سؤال ممكن يجي على بالكم، ليه ما شفناش الموضوع ده بيحصل قبل كده؟ يعني ليه التطور ده تحديدا حصل في الفتره الكامبريه؟ هنا في تفسيرين ممكن نفكر فيهم. الاول هو انه مع تغيير كميه المحيطات ووجود المستويات المرتفعه من الكالسيوم والفوسفور في البحر في الفتره دي، ده ساعد الكائنات على انها تكون الاصداف والهياكل دي. الثاني هو ان الزياده في عدد الكائنات المفترسه دفعت الكائنات الضعيفه انها تطور نفسها بسرعه علشان تحمي حياتها، والتطور ده كان ليه تاثير كبير جدا على العلاقات بين الكائنات الحيه في البحر.